ماليزيا وكوالالمبور. الجزء الرابع والأخير ازاي نسافر إلى كوالالمبور ماليزيا. 3000 جنيه مصري يقدروا يسافرونا إلى ماليزيا. ازاي؟ شفنا مع بعض ازاي هنسافر من مصر إلى الفلبين ب 11000 جنيه، وخدنا اللفة الجميلة بتاعتنا وموجودة في الجزء الأول شوفوه. بعد كده من الفلبين لليابان خدنا اللفة الجميلة بتاعتنا وموجودة في الجزء التاني شوفوه، وبرضه سافرنا في حدود 3 4000 جنيه. بعد كده شوفوا من اليابان الى كوريا. دلوقتي هنطلع من كوريا الى كوالالمبور، رحله في اقصى جنوب شرق اسيا في اسيا. كلفتنا كلام فاضي، كلام بسيط جدا. رحله ما كملتش معانا 30000 جنيه بالانتقالات بالطيران بالاقامات بكل حاجه. الرحله دي ما هي الا هديه، تاني بكررها، تنفذوها بنفسكم لو حد حابب يطلع رحله في اجازه اخر السنه، في اجازه الصيف. يلا بينا نشوف نسافر ازاي الى ماليزيا. بكل بساطة شفنا الرحلة، هنطلع من سيول إلى كوالالمبور. ممكن نروح مدن كتير ونروح جزيرة لانكاوي براحتنا ولف، ولو عايزين تروحوا كمان جاكرتا بالي روحوا. زي شايفين طيارة ب 3000 جنيه مباشر من قلب سيول، وادي الإقامة في مكان رائع جدا ب 1200 جنيه ال3 ليالي.